بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم جميعا. اليوم راح اسوي فتحله تقريبا نص صحيه، لانه راح استعمل زبد والعجينه مالت البقلاوه، بس راح اسوي حلا تكون بهذا الحليب البروتين، وهذا مال تمر السكري كلش طيب. هذا طبعا هذا الحليب البروتين، واكو غير انواع، اكو هذا بالمانجا واكو غير شغلات، بس انا راح اسوي بهذا بالتمر لانه الصراحه كلش طيب. ما راح احط له شكر ولا احط له شيره يعني، واحط وياه مكسرات طبعا، وهي هاي العجينه مال البقلاوه وشويه زبد، وان شاء الله تعجبكم. مو تنسون دوسوا لايك، علقوا، شاركوا معي في انستغرام، تيك توك، سناب شات، كله يعني موجود، وحتى كمان فيسبوك، وان شاء الله تعجبكم هاي الاكله. وخلينا نبدي حتى نسويها. يلا، اول شيء لو اخذني زبد، ما قلت نص صحيه، ما قلت صحيه كامله. هاي نقصقصها ونسويها طبقة فوق طبقة، كل سهلة، بس لازم واحد بسرعة يشتغل حتى العجين لا تيبس. وهسه هذن نجيبهن ونسطرهن هنا، مو شرط يعني يكونن بيرفكت، كل ما بانه بين حواشي طالعه وهاي احسن، حتى لما بالفرن نحطهن يقسبن اكثر ويصيرن اطيب. وهسه هنا احط شويه من هذا الزبد، وادير هذا طبعا هذا بكيفكم، هذا الحليب اللي جاي اسويه اللي ابو التمر السكري، وبكيفكم انتم شنو تحطون. تحطون مثلا حليب عادي ويا حليب مركز، تحطون ويا مثل البغراش، كيفكم انتم. انا جاي اسوي على اساس اكله صحيه لانه استوى من الجيم. هذا سنحطه بالفرن الى حد ما يصير. وهاي صارت ما شاء الله تبارك الله. سنحط هذه المكسرات فوقها، هاي ما شاء الله كملت، وطبعا شكلها كلش طيب، بس خلينا نشوف طعمها شلون. اهم شيء بيها طعم هو هذا الحليب، لازم كريسبي طبعا. صدق العجينه مال البقلاوه كلش طيبه، وهاي تقريبا صحيه ما بيها شيره،
واللي يريد طبعا اللي يريد يقدر يحط وياها عسل فوقها يرش. حارة بس طيبة. انا ادي اطيب شيء طبعا هم القهوة السعودية. بيبي تاركة مسكين لونها اصفر ترى مللتين. اشوف يب واحد كرك هنيخ ويركز معاي ويترك عنك تقني. كلش طيبة صدق. هاي حلويات واحد يقدر ياكلها ويرتاح بيها، ومو كلش هواية دسمة. اللي يريد طبعا يحط غير شغلات اللي يصير دسمة وكلش حلوة. ان شاء الله عجبكم هذا الفيلم، مو تنسون تدوسوا لايك علقوا، وان شاء الله انا اشوفكم بالافلام القادمة. مع السلامة، باي باي.